السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين ومهنيين ومرتاحين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله مادام رمضان باذن الله على الابواب، ندير لكم دي روسيت اللي هكا تيكونوا ساهلين في رمضان وخفاف على حتى المعده. يعني الانسان باش يدير الطاجين بالمرقه وداكشي كيكونوا بحال هاد الوصفات زوينين. هنا انا عندي دجاجه ناقص منها غير فخت، عندي بصله مقطعه بحال الشكل هكا بحال ديال التفايه، وعندي هنايا 3 ديال البطاطات. انايا درت بطاطات صغار شويه، ممكن ديروا بطاطا وحده كبيره او بطاطا ونص على شكل ديال شيبس. عندي هنايا معلقه ديال الكاري، عندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، وعندي هاد الخلطه العجيبه اللي هي الثومه وسكينجبير. هذه كتعطي واحد المذاق يا سلام. وعندي شويه الهريسه، عندي دانون مسوس، عندي الخردل او لا موتارد، وعندي الابزار وشويه ديال الزعتر. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كما قلت لكم هكا في رمضان هذه كتكون زوينه بزاف. كتجي بنينه وداك الدجاج ديالها كيجي شارب الاقامه وكيجي مقرمل. يعني قد ما قلبتيه ملي كتكوني كطيبي فيه كيجي زوين، يعني ملي كيطيب كيتحمر وكتقلبيه مازال. انايا خديت نفس داك القالب فاش غادي نطيبو، درت دانون كله، دانون مسوس كله، ودرت 2 معالق ديال لاموطاد. درت بالنسبه للهريسه راه شفتوها درت غير شويه لان ديك الهريسه عندي مجهده، ودرت نص معلقه من هذيك التخليطه ديال السكينجبير والثومه، ودرت ليه بالزهر والزعتر ونسيت ما قلت لكمش، وزيت العود وشويه ديال الملحه. ما تكثروش على حساب هاد لاموطاد تيكون شويه مالح. بالنسبه للتخليطه هذه يعني هاد الوجبه ممكن تخلطوا هادشي كله وتبات يعني مرقده. هي قد ما طولات وباتت يعني كتجي زوينه، تبات او لا دير تبقاي واحد ساعتين 3 سوايع 4 سوايع، ولكن هي لباتت كتجي ممتازه ماشي تكون فيها. انا بصراحه اليوم كنت صايبتها في البلاصه، يعني ما خليتها ما باتش، صاوبتها وطيبتها في البلاصه. انا خلطت هذوك التوابل كلهم خلطتهم مزيان، وراه ما ينكشاني واحد اللي قال لي لابسه وعرفت مالها، لقيتها صغيره عليا شي شويه مكروزه. المهم غادي ندوز هذوك الطريفات ديال الدجاج كلهم، ندوزهم كلهم في هذيك القامه، نخليهم يشربوا القامه، يعني نديرهم مزيان، نطليهم مزيان بالقص ديالي، سمحوا لي على الهضره. احسن نساليهم ان شاء الله كلهم، وغادي ندوز حتى الخضيره اللي عندي اللي هي البصله وهذيك البطاطا حتى هي. هنا انا دوزت كلشي، راني فرشت البطاطا والبصله لتحت، ودرت طرفه ديال الدجاج من الفوق، ودرت فوق منهم طريفه ديال الزبده. هذوك طريفات الزبده باش ما يجوش قاصحين مع الفران، يجوا فتيين. انا غادي نغطي هذا القالب بالبابي الومنيوم، وغنخشيه ان شاء الله في الفران لواحد المده ديال 50 او 55 دقيقه على حسب الجهد ديال الفران ديالكم. انا ما غاديش نديرو في فران الضو، نديرو غير في الفران عادي. هنا المهم هو الدجاج تقريبا طابعنا نص طيبه، هو كيطلق الماء وانا كنحيد ليه داك الماء. فوق ما كنحلو كنلقى الماء كنحيدو كنجمعو في واحد الكاسرونه داك الماء. ها هو يعني ماشي الماء، هو لاصوص ديالو، ها هو داك لاصوص ديالو غادي نبقى نجمعوه هنايا حتى يطيب الدجاج. هاد لاصوص هذا راه كيكون مازال ما طايبش، لان المرات الاولى ملي كيطلق راه كيكون باقي فيه شويه حمر، يعني كيكون باقي بحال الدم. انا غندير فيه ضيصه ديال الثومه، وغادي نجمع هذيك لاصوص كلها ونديرها مازال طيب، يعني باش ما تبقاش ديك فيها الريحه ديال الدجاج وداك الشيء. شوفوا هنا انا راه طيبتها هنايا شويه بدات كتقال. غادي نزيد فيها دانون السوس على حسب الكميه. انا زدت انا يمكن واحد 3 ديال المعالق ديال دانون السوس، وكنرجعها مازال تغلى واحد شويه فوق البوطه حتى كتتقال هذيك لاصوص، كتولي ثقيله. هاد لاصوص ما نقولش لكم شحال بنينه. انا زدت فيها شويه ديال الهريسه، كيبان لكم دوك النقيطات الحمرين، زدت فيها شويه ديال الهريسه.
صافي كتخلوها كطيب، تسالي تتقال شويه، صافي كتحيدوها كتحطوها في شي زلافه. الفران الدجاج عفوا الدجاج هنا شوفوا هو كيتحمر. من بعد ملي غادي يتحمر غادي نقلبو يتحمر على الجهه الاخرى. ها هو الدجاج ديالنا هنايا تبارك الله موجود كيف جا، كيجي يا سلام ما شهيتكم فيه. حتى لا بغيتو تحيدوه، وما هي لاصوص ديالنا بعدا شوفوا كيفاش كتجي غزاله. الا بغيتو تحيدوه وتحمروا هذيك البطاطا والبصله ممكن، انا بعض المرات تنديرها. انا غادي نحط واحد شويه في التبصيل، يعني اللي كيبغي يحطها هكا بالنسبه للاطفال، كتهزي لهم طريفه الدجاج ومعها شويه ديال البطاطا، كل واحد شنو كيبغي الدجاج تهز مع دوك الطريفات ديال البطاطا. كتجي هاد الوجبه رائعه ما شهيتكم فيها، غير جربوها ان شاء الله والله غادي تعجبكم، انا متاكده 100%. حقاش انا بصراحه هذه من الوجبات اللي كتعجبني. انا غير قلت لكم بالنسبه للملح اتونسيون، لان لا موطارد مالحه، ديروا زعما اتونسيون وديروا الملحه قليله. هنايا غنخوي عليها شويه ديال لاصوص، وهي الوجبه ديالنا تبارك الله واجده ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله لا غوسيت ديالنا تعجبكم. ما تنسونيش من لي جيم ولي كومونتير ديالكم، ومرحبا بالجميع في القناه ديال شهيوات نجوطه. ونتمنى ان شاء الله ديما ندير لكم دي غوسيت اللي يعجبوكم ويكونوا ساهلين حتى بالنسبه لكم حتى نتوما. والى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.